تخيل إنك تصحى من النوم تبص حواليك وتكتشف إن جسمك ناقص، مفيش دراعين مفيش رجلين. تتخيل حياتك هتبقى عاملة إزاي؟ القصة اللي معانا النهاردة قصة نايك فيوتيتش. اتولد كده، لكن بدل ما يبقى مجرد شخص مستسلم للواقع بقى واحد من أعظم المتحدثين التحفيزيين في العالم، واللي ملايين الناس بتسمع كلامه علشان تغير حياتها. النهاردة هحكي لك القصة الحقيقية من يوم ما اتولد لحد كل لحظة صعبة عاشها، لحد ما بقى ملهم للعالم كله. نيكولاس جيمس فيوتيتش المعروف بنايك فيوتيتش اتولد يوم 4 ديسمبر عام 1982 في مدينة ملبورن باستراليا لعيلة مهاجرة من صربيا. الأب اسمه بوريس والأم اسمها دوكشا. كانوا فرحانين جدا بالحمل ومستنيين أول طفل ليهم، لكن الفرحة اتحولت لصدمة رهيبة وقت الولادة. نايك اتولد بمتلازمة نادرة جدا اسمها رباعية الأملية، واللي معناها إنه اتولد من غير أطراف، يعني من غير دراعين ولا حتى رجلين. الأطباء هنا كانوا مصدومين جدا، والممرضات كانوا خايفين يبلغوا الأم بالخبر. لكن للأسف لما الأب شافه لأول مرة كان في حالة ذهول، والأم رفضت حتى إنها تشيله، مش لأنها مش بتحبه، لكن لأنها كانت مش قادرة تستوعب اللي حصل. وبعد يومين من الولادة بدأت الأم تستوعب الصدمة وشالته لأول مرة، وكان ده أول احتضان حقيقي لنايك في حياته. من أول يوم في حياته نايك كان لازم يتعامل مع واقع مختلف تماما عن كل الأطفال اللي في سنه. لما بدأ يكبر شوية بدأ يحاول يفهم العالم حواليه، وبدأ يلاحظ إنه مش زي باقي الأطفال. لما كان عنده 6 سنين سأل أمه السؤال اللي كان أصعب سؤال في الدنيا، وكان السؤال ده صعب عليها إنها ترد عليه. قال لها: ماما، أنا ليه مش زي بقية الناس؟ ليه ربنا خلقني كده؟ وهنا كانت الصدمة. كانت لحظة صعبة جدا على أمه، لكن ردت عليه وقالت له: ربنا ليه حكمة في كل حاجة، ومحدش فينا كامل، كلنا عندنا حاجات ناقصة جدا ولكن بطريقة مختلفة. رغم حب أهله ليه، لكن المجتمع كان قاسي جدا عليه. في المدرسة الأطفال كانوا بيتريقوا عليه وبيقولوا له: أنت مش بني آدم. وفي الشارع الناس كانت بتبص له نظرة شفقة وسخرية. حتى في البيت كان حاسس إنه عبء على أهله. نايك كان بيحس إنه لوحده وإن حياته ملهاش معنى. كان بيعاني كتير جدا، لكنه حاول يبقى قوي لحد ما وصل لأصعب لحظة في حياته، وهنا كان عنده 10 سنين واليأس سيطر عليه تماما، وبدأ يسأل نفسه: هو ليه أنا عايش أصلا؟ إيه الفايدة من حياتي؟ ليه ربنا عمل فيا كده؟ وفي يوم وهو في الحمام قرر ينهي حياته، ونزل في البانيو فعلا، والبانيو كان مليان مية، وحاول يغرق نفسه. لكن بعد كام ثانية افتكر حاجة خلته يوقف فورا. افتكر أمه وأبوه، افتكر إن هم بيحبوه وإنهم مش هيستحملوا يشوفوه ميت. وقتها فهم إن حياته مش بتاعته وبس، وإنه لازم يعيش علشان يلاقي معنى ليها. بعد اللحظة دي بدأ يدور على سبب لحياته، وبدأ يحاول يتأقلم على وضعه بدل ما يستسلم ليه. وتعلم يكتب باستخدام صباع رجله الصغير اللي ما كانش فيه غيره، وتعلم يستخدم الكمبيوتر ويكتب بسرعة رهيبة جدا، وبدأ يلعب كورة، وتعلم يعوم رغم انه من غير رجلين. وفي يوم المدرسة بتاعته طلبت منه يحكي قصته قدام الفصل كله، وكانت دي أول مرة يتكلم قدام الناس. وقف قدام الطلبة كلهم وحكى كل معاناته، ولكن قالها بطريقة يخليهم يضحكوا بدل ما يبكوا. المفاجأة انه لما خلص كلامه كل اللي في القاعة كانوا بيعيطوا إلا هو. وقتها نايك اكتشف حاجة مهمة جدا، وقال: أنا ممكن أستخدم قصتي علشان أساعد غيري. بعدها قرر نايك إنه يخلي هدف حياته هو مساعدة الناس على إنهم يلاقوا الأمل حتى لو حياتهم صعبة. وبدأ يعمل فعلا محاضرات في المدارس، وبعدها في الجامعات، وبعدها بدأ يسافر لدول مختلفة ويكلم آلاف الناس بل الملايين. ومن هنا بقى متحدث تحفيزي سمعه أكتر من 9 مليون شخص في العالم، وألف كتب مترجمة لعشرات اللغات، وقابل رؤساء دول وشخصيات مشهورة، وأسس منظمة بتساعد الأشخاص اللي عندهم إعاقات. ودلوقتي نايك متجوز وعنده أطفال، والأهم من كل ده إنه بقى أيقونة للأمل في العالم كله. العبرة الحقيقية من القصة إنه كان ممكن يفضل محبوس في جسمه، لكنه قرر يعيش كأنه جسم متكامل. لو حاسس إن حياتك صعبة افتكر نايك، لو فاكر إنك مش قادر تعمل حاجة افتكر نايك، افتكر إنه كتب واشتغل واتعلم رغم إنه من غير دراعين ولا رجلين. القوة الحقيقية مش في الجسم، القوة الحقيقية في العقل والإرادة والإيمان بنفسك. وهنا نكون خلصنا. ولو القصة دي أثرت فيك ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتسيب تعليق تقول رأيك، وشارك القصة دي مع أي حد محتاج يسمعها. وما تنساش تشترك في القناة علشان نوصل لأكبر عدد من الناس ونعمل قصص أكتر تغير حياة الناس. والسلام.